السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا. قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجزائر تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية. وأضاف البيان أن فرنسا أبلغت الجزائر بالقرار في الأيام القليلة الماضية عن حقيقة الموقف الجزائري في الوقت الذي لم يصدر فيه أي إعلان رسمي بهذا الشأن لا من فرنسا ولا من المغرب. لملف قرار فرنسا تقديم دعم صريح لخطة الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفي من باريس الكاتب والباحث السياسي محمد كلش. أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. يعني برأيك لماذا لم تعلن خطة الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية؟ ونناقش هذا الموضوع مع ضيفي من باريس الكاتب والباحث السياسي محمد كلش. أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. يعني برأيك لماذا لم تعلن فرنسا بشكل مباشر عن نيتها بهذا الشأن وأبلغت الجزائر بذلك؟ أعتقد أن فرنسا أبلغت الجزائر بذلك. هذا الموقف ليس بالموقف الجديد، وهو من باب التأكيد، لربما تأكيد موقف فرنسا من مسألة الصحراء الغربية قبل أيام أو قبل شهر أو أكثر من شهر من وصول من زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا، المتوقع أن تكون بعد شهر أو أكثر في أكتوبر أو نهاية سبتمبر. إذن لا جديد في الموقف الفرنسي كما بثته الجزائر، كما أعلنت عنه الخارجية الجزائرية. الموقف الفرنسي واضح وهو معلن عنه في الأساس في أروقة الأمم المتحدة في عام 2007. فرنسا أيدت الحكم الذاتي للصحراء الغربية في عام 2007 وهي لا زالت على موقفها. لكن الجديد لربما هو تخوف الجزائر من خطوة أخرى متقدمة لفرنسا في موضوع الاعتراف بالصحراء الغربية. الاعتراف كما اعترفت بالكامل الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء بأنها أرض مغربية، صحراء مغربية بالكامل، ودول أخرى من بين الدول التي أيدت الحكم الذاتي هناك دول أخرى اعترفت بمغربية الصحراء. هناك تخوف في الجزائر من أن يكون الموقف الفرنسي ذاهب في هذا الاتجاه، خاصة مع الزيارات المتعددة لمسؤولين فرنسيين، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير الاقتصاد، وزير التجارة الخارجية. 3 مسؤولين كبار خلال هذا العام زاروا الجزائر وأبدوا استعداد فرنسا لدعم الاستثمارات المغربية بشكل فاعل في الصحراء الغربية، وتحديدا موضوع نقل الخط كهربائي من كازابلانكا من الدار البيضاء إلى سيد محمد، برأيك هل تتوقع اليوم فرنسا تداعيات على علاقتها مع الجزائر إذا تم اتخاذ هذا القرار؟ طبعا سيكون هناك تداعيات سلبية بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين. لربما سنعيش المشهد ذاته الذي عشناه بين الجزائر وإسبانيا. إسبانيا حين أيدت الحكم الذاتي للصحراء للغربية تحت السيادة المغربية استاءت الجزائر وتوترت العلاقات بين البلدين لأشهر عدة، ل19 شهرا، لكنها عادت إلى مجاريها الطبيعية. أتوقع طبعا إذا اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء الغربية، إذا ذهبت في هذا الاتجاه إلى آخر المطاف، لربما عبرت الجزائر عن استياء وكان لها الموقف ذاته الذي اتخذته تجاه إسبانيا.
نعم. قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن الجزائر تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية. وأضاف البيان أن فرنسا أبلغت الجزائر بالقرار في الأيام القليلة الماضية. عن حقيقة الموقف الجزائري في الوقت الذي لم يصدر فيه أي إعلان رسمي بهذا الشأن لا من فرنسا ولا من المغرب، يحدثنا من الجزائر العاصمة مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية فيصل مطاوي. هو تصريح لوزارة الخارجية، تصريح رسمي، تصريح شديد اللهجة حكيم، ويقول إن القرار الفرنسي بدعم المخطط الذاتي الحكم الذاتي المغربي والجزائر تدعم الاستفتاء لتقليد المصير وفق مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وزارة الخارجية تقول في بيان لها أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها. القرار الفرنسي كما وظفت وزارة الخارجية لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، وأضافت بأن القرار ما يزيد من عدم مقبوليته أنه صادر عن دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بأنها تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص وفقا للشرعية الدولية بشكل عام. عموما الحكيم، كانت الصحافة الجزائرية في وقت سابق دائما تقول إن فرنسا تدعم الحكم الذاتي المغربي، ولكن ليس بصفة يعني واضحة، لأنها لا تريد أن تخسر أو على الأقل أن تكون هناك أزمة دبلوماسية مع الجزائر. ويبدو أن بحسب هذا البيان وما ورد فيه أن الجزائر وفرنسا تتجهان إلى أزمة دبلوماسية جديدة، لأن البيان يقول أن الحكومة الفرنسية تتحكم كامل المسؤولية في أخذ هذا القرار، وقد تتضح الرؤية لاحقا، قد تكون هناك قرارات كذلك لاحقة، لأن هناك زيارة تفرض يعني توصف أنها هامة لرئيس الجزائر في الخارج المقبل لإعادة بحث العلاقات التي تراوح مكانها منذ عدة سنوات بين البلدين يعني في عدة مجالات. وربما هذا القرار قد لا يخدم هذه يعني هذا الهدف الذي تريده باريس والجزائر. وفي الأثناء بدأ هذا اللقاء الذي كان مرتقبا لنائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بعد لقاء أولي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. يأتي ذلك غداة إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونغرس الأمريكي خطابا دافع فيه عن الحرب في قطاع غزة. سنعود إلى الصور خلال لحظات متى توفرت مشاهدينا الكرام. بالعودة إلى الجزائر الآن، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبول ترشيح 3 شخصيات لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في البلاد في 7 من أيلول سبتمبر، وهي الرئيس الشخصية الأولى رئيس المنتهى ولايته عبد المجيد تبون ويوسف أوشيشي وعبد العالي حساني. رئيس لجنة الانتخابات في الجزائر أكد أن الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم وعددهم 13 لم يتمكنوا من جمع التوقيعات